سيادة القاضي، بداية وقبل أن أتحدث في القضية المنظورة أمام معاليك، أحب أكد لمعاليك بأننا على يقين وعلى ثقة من أن عدالة المحكمة وعدالة المحكمة فقط ستكون خير قارئ لما سأقوله، وذلك عن بصر وعن بصيرة. الحقيقة القضية اللي أنا شغال عليها دي شغال عليها من 3 أشهر كده، وهي زي ما بيقولوا بالبلدي قضية خلصانة. ليه خلصانة؟ لأن في الورق هنا كل ما يثبت انقضاء أسباب الدعوة عن موكله. الموضوع باختصار بأنه شوية عمال رافعين قضية على صاحب مصنع قفل علشان بيخسر، عايزين تعويضات. الله، تعويضات ايه؟ إذا كان الراجل قفله علشان بيخسر، أنا مش فاهم والله. وبعدين تيجي تبص في عقودهم مفيش ولا بند في العقد بيسمح بالتعويضات. يا سيادة المستشار قضية خسارة. وهنا الأوراق اللي بتثبت سائد موكله. بس قبل ما معاليك تبص في الورق والمستندات، عايز بس اطلع بره سياق القضيه بس نص دقيقه، معلش لو تسمح لي. يعني هو الحقيقه يعني موقف شخصي، بس اعتقد انه ممكن يساعدنا في تكوين رأي امام دايره القضيه المنظوره امام معاليك. الموضوع باختصار معاليك بان انا ما بين السيارات، وقررت ان انا عشان اجي مهندم قدام معاليك ان انا اجيب تاكسي. ودي الحقيقه يعني حاجه ما بتحصلش كتير، خصوصا ان موكلي راجل ذو نفوذ غني، فحبيت يعني نظر ومظهر الله قدامه. فوانا جاي في تاكسي كان مشغل اذاعه راديو جوه التاكسي، فكان في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام شغال، فاستوقفني الحديث ده كده. بيقول الحديث ده، بيقول القضاة 3، القضاة 3، قاضيان في النار وقاض في الجنة. ليه بقى؟ في شرح الحديث قايل ايه؟ وقاض يحكم بالهوى، يعني على مزاجه، وقاض يحكم دون علم. فانا استوقفتني دون علم دي. ليه بقى؟ لان مش كل انا اعلمه موجود في الورق قدام معاليك. انا بصراحه خفت اكون سبب في عقاب رباني محدش فينا، فلقيت ان من واجبي ان اوضح لمعاليك ان الاوراق اللي قدام سعادتك لا تعكس كل الحقيقه، وانما الحقيقه في الماده 75 من قانون العقوبات. بتقول ايه بقى الماده دي؟ بتقول ان من اعتدى على حق الغير بالعمل، من اعتدى على حق الغير بالعمل يعاقب بالحبس لمدة عامين. يعاقب بالحبس لمدة عامين. بس قبل ما انهي مرافعتي كنت عايز بس لو تأذن لي اكمل الحديث اللي كنت بدأته في بداية المرافعة. وقاض يحكم بالحق، وقاض يحكم بالحق فهو في الجنة. الحقيقة سيادة المستشار أنا ما عنديش شك، وكلنا الحقيقة ما عندناش شك في نزاهة وعدالة القضاء المصري. شكرا.